منتخب يليق بتونس اليوم، هذا شنو علقت الدكتورة ألفا يوسف بعد النكسات اللي تعرض لها المنتخب الوطني التونسي واللي تطرح برشا تساؤلات، ومن أهمها الوقتاش باش نبقاو نتفرجوا ونقولوا إن شاء الله المرة الجاية، الوقتاش النكسات والفشل باش يتعداو مرور الكرام بدون محاسبة وإلا مراقبة، والأهم من هذا الكل وقتاش نفرح. المنتخب التونسي عاش 3 تجارب فاشلة في عام واحد، ونسبة الفشل فاقت المتوقع، حتى كان نجيبوا أكبر ناقد رياضي متشائم ماهوش باش يتوقع النتيجة هذه. نبداو من كأس العرب لكأس إفريقيا وأخيرا الفشل المونديالي اللي وصلنا في 15 يوم قابلين 14 هدف من فرق ماهيش في التوب 5 في تصنيف الفيفا، وهذه حاجة عمرها لا صارت في تاريخ المنتخب، يعني فضيحة لتونس دولة وشعب، وسيرتو في كأس العالم هذا، على خاطر عندك فرصة تترشح حتى وانت في المرتبة الثالثة، وهذه أول مرة تصير في تاريخ المونديال، يعني بلغة الكرة كنا طامعين باش نتجاوزوا عقدة الدور الأول. إجا نعملوا تحليل صغير ونشوفوا شنو صار. بوادر الفشل بدات من كأس العرب، نخسروا مع سوريا ونتعادلوا مع فلسطين اللي مع احتراماتي ليهم ما همش مستوى المنتخب الوطني التونسي، وفي عروض تصلح في كأس افريقيا لا بالعكس، الكتاب باين من عنوان، واستعملتوا الحلول الترقيعيه، ومن الليسته اللي مشيت لكاس العالم تنجم تفهم سوء النية، على خاطر المسؤولين اللي عندهم سلطه القرار تحسهم في بيعه وشريه، وماشي في بالهم اسمه كأس العالم للتجاره، قسموا خبزه القطو على النوادي المحليه بالكالكولاتريس، معناتها معايير اختيار اللاعبين كانت بالاساس ماليه وماهيش فنيه، وبالله يفسروا لنا شنو هما المعايير اللي تختاروا بهم الجوارات، على خاطر كان هكا مانيش نحكيو على فرد رياضي. وتوا هنا نشوف في نتيجه الظلم للملاعبيه اللي ما عيطولهمش، ومن غير ما نسميهم تونس الكل تعرف، والا في الستاج اللي قبل كاس العالم تسمع كاين وهذا صح مع الجمعيه هذيك، هاو الجمعيه هذيك في مفاوضه مع اللاعب هذا، بالله يفسروا لنا يا اخي مركزين مع لونترينمون ولا النيغوسياسيون؟ تي حتى الناخب الوطني في مفاوضات مع المنتخب المالي، سي السيد هز السي في نتاعو ومشى يصبوا في الجامعه الماليه، ولهنا تنجم تفهم المستوى، الناس الكل تجري على رزقها، واسم تونس اخر اهتمامات، ومن بعد يتنحى صبري اللموشي ويدفعوا له الشرط الجزائي نتاعو المقدر ب 100,000 دولار، ومن بعد يجيبوا ايرفي رونار على 2 ماتشوات كهو، هذا كان كملها، وقبلهم جابوا مهدي النفطي صحوا مع عقد مدته 3 سنين، عدى منهم شهرين ألغي العقد لأسباب غير معلومة، وكيف دفعوا له الشرط الجزائي. يا اخي هذا مش يتسمى اهدار للمال العام؟ يا اخي اسم تونس لهالدرجه ما يهمكمش؟ الناس الديبلاسي تصرف في برشا فلوس وفي الاخر تخليهم ضحكه بين جماهير العالم. الفشل هذا ما كانش صدفه، كيف تركز في اصل الحكايه بدايه من كاس العرب للمغرب لستاج تبرقه لتروح الجابون، الجوارات تحسهم ضايعين في استاد، اما في التصريحات يعرفوا يمثلوا بيان. يا خويا يزي فك علينا، فايقين بيكم وفايقين بالاحرى باش تعطيونا فيهم، يزي باستا هكا هاو يزي. المسلسل هذا ماهوش بشوفه، كان باش يتعدى بدون مراقبه والا محاسبه حقيقيه. سلام عليكم.